I had to work تأدفع آخر سنة جامعة. يعني آخر سنتين جامعة كنت أنا أشتغل كرمال أدفعهم تقدر كفي علمي. وصلنا لمرحلة أنه يا بي رح يموت يا بدنا نعمل له زرع قلب. until we figured out أنه في حل ثالث يلي هو 3 2 1 on this camera. جورج حلو ببودكاست فشة خلق سين 1 take 1. ده كتير متواضع Like this. يعني like this like that like مثل ما بدك. جورج حلو good evening. مساء النور. مساء النور على اللبناني. جورج حلو للعالم اللي ما بتعرفك صديق لإلي، مخرج وصانع محتوى content creator and a great photographer من اللي بيحبون قلبكم. اهتماماتك بالفاشن، اهتماماتك ليتلي بأعمال عم تعملها لام بي سي. قبل ما فوت بهولي كلهم حخبرك شيء كتير حلو، انه انا كتير مبسوط انه انت معي. انت من العالم اللي انا اشتغلت معهم بمسيرتي لهلا، مسيرتي المتواضعة، ودايما بنحب نتعامل انا وياك سوا وبنحب نشتغل سوا. جورج، اذا بدي اياك تعرف حالك للعالم للي بيحضرونا هلا، صاروا على بودكاست فشة خلق صاروا كتار وانا كتير مبسوط بهذا الشيء. ايه على فكرة you're it's seeing going. يعني الحمد لله انه هيدا عم بيصير في ريتش. لانه في consistency، لانه العالم عرفت انه هذا الشو حيبقى. جورج، كيف بتعرف عن حالك اذا ما بدك تسمي حالك as director, as photographer, as content creator؟ كيف تعرف عن حالك؟ اوف بعرف عن حالي شخص نحتته الحياة للماكسيموم توصل للشخص اللي هو عليه بالوقت الحاضر. كيف نحددك؟ يعني تعرف الحياة كلها تجارب، وتجربة عن تجربة وشخص عن شخص تفرق التجارب، بس في تجارب كتير قوية بتمرق على أشخاص بتخليهم to mature more and faster من غير أشخاص. جورج، قد عمرك اليوم؟ العالم في كتير عالم ما بتعرف قد عمرك. I just turned 29. 29 سنة. 29. لما تقلي ب 29 سنة نحدتك الحياة، شو نحدت فيك؟ إذا بدي أرجع لجورج بطفولته، أعطيني هيك جلمس عن طفولة جورج. مين جورج؟ خبرني لما كنت بالمدرسة كنت تعمل. هي مش قصة المدرسة was an easy phase. بس هي مرض بيي يلي إذا بتقول يعني كان عنا بي مريض 11 سنة بالبيت. الله يرحمه. Thank you. الله يخليك. يعني من بعد 11 سنة توفى بيك؟ أنت كان عمرك لما توفى بيك؟ أنا ما بعرف هالخبرية على فكرة جورج. من شي 6 سنين، قاله 6 سنين موفى بيي. عشت 11 سنة بالبيت بيك مريض؟ أنت الشاب الوحيد بالبيت؟ في أختي، عندي أخت أكبر مني ب11 شهر. فأنا وياها كأنه twins were so close. اسمها جايل. هاي جايل. سوا عملين لنا سبسكرايب على الشانل ما تنسى، وانتو كمان ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وفولو. 11 سنة. أمي كانت معظم الوقت مع بيي بمستشفى لمستشفى. فإذا بدك أنا وأختي ربينا لحالنا ببيت شبه بلا أهل. فهي مش أكيد كان عنا أهل وعائلة، ستة وجدة تيتا وجدو and everyone كانوا taking care of us. بس the parent figure كانت شوي غايبة عن الوجود، كانت ناقصة. بس هيدا الشيء أنا بحسه blessing، لأنه علمنا كيف نتكل على حالنا. يعني أنا من عمر صغير I matured more than رفقاتي اللي كانوا بعمري. العالم اللي كانوا بعمري كانوا لما يكون عندي رفقة مثلا كنت حسهم كانوا يفكروا بطريقة، أنا أفكر بغير طريقة. هيدا الشيء كبرني على الحياة قبل بوقت، علمني اتحمل مسؤولية حالي، علمني بلش شغل عن عمر بكير، علمني اشتغل كذا شغلة just to survive.
وبعد ما توفى بيي أنا كنت بالجامعة. I had to work تأدفع آخر سنة جامعة. يعني آخر سنتين جامعة كنت أنا أشتغل كرمال أدفعهم تقدر كفي علمي. فهيك أنت بتقول نحتك وين كنت إيه وغير. وين كنت لما عرفت إنه بيك توفى؟ بتتذكر للحظة؟ ايه بس انه اكيد ما حنحكي عن الموضوع هلا. ليه؟ اكشلي بيي ما دغري توفى. بيي بس قلي ليه ما بدك بيي تحكي كان عنده ليه ما بيي كان بدك تحكي عن عنده اللحظة؟ cause we're not getting dramatic, it's a podcast, we're happy. we're happy but أنا بدي أعرف إنه وين أنت كنت. لا أنا عم تسمعنا يمكن في قصص بيرسونال يعني رح خبرك شوية باك جراوند لأنه اوكي سو بيي كان عنده مشاكل قلب. اوكي. يعني عضلة قلبه كانت تشتغل 10 to 15%. اوكي. فوصلنا لمرحلة انه يا بيي رح يموت يا بدنا نعمل له زرع قلب. until we figured out انه في حل ثالث يلي هو نحط له شيء اسمه HeartMate. HeartMate is an artificial heart مثل بومب او انه مضخة دم بتعلقها على القلب وهي بتضخ الدم عن القلب. هيدا العملية كان بعد ما حدا عملها بلبنان. So we had to take a very hard decision. وبي كان أول واحد بيعمل هالعملية بلبنان أكيد بمساعدة جمعيات بمساعدة أنكور بور فيليب كتير بتشكرون على هالمساعدة. وركب بي القلب الاصطناعي إذا فينا نسميه وضينا عليه 7 سنين. بس هدول ال7 سنين يعني let's say كان شهر he was doing well and then every now and then كان لازم نروح على المستشفى يرجع يصير معنا مضاعفات. so كنا على طول عايشين بحالة انه يلا عملها رح يصير شيء معنا. فهيدا كأنك عايش on the verge ل 7 سنين بتهري لك اعصابك بتخليك تتخضرم مش بس تهري لك اعصابك. يعني انا وصلت لمرحلة انه تمسحت. يعني فيني اشوف شخص هلا كسر ايده متوفى قدام I'm so fine with it. يعني انا خلقت يعني عندي 11 سنة المصايب كلها فوق راسنا. I was like خلص بتمسح ما بقى في شيء بأثر فيك. انت اللي اشتغلت كذا شغلة. yes. وما بدي وقف عن الموضوع بي خلص حسيتك هيك شوي مضايق والله يرحمه. واكيد مبسوط فيك اليوم على الاشيفمنتس اللي انت عم تعملهم. بدي اطلع اليوم انك انت قلت اشتغلت كذا شغله. شو اشتغلت؟ كيف كانت حياتك؟ لانه عندي kind of سؤال عبالي اسالك اياه من بعد هذا الجواب. alright. اشتغلت بدايتك. اول شغل اخذته كان على entrance بهوتيل. اوكي. شو كنت تعمل؟ استقبل العالم يعني اجر اوض. ايوه فرونت ديسك يعني بس. ايوه. وبعدين اشتغلت كمان ب شو بسموها بسمر كامب. I was a coach. حلو. لكن هيدول قبل ما فوت على الجامعة. تنتبه للأولاد الصغار يعني. تنتبه للأولاد الصغار تمرنون whatsoever. and after that بلشت اتعلم بالجامعة من تاني سنة جامعة. شو درست بالجامعة أول شيء؟ audiovisual. حلو. سينماتوغرافي بالUSG. أنا وبالجامعة دغري بلشت شغل من تاني سنة. and I did campaigns actually. كنت كتير حب الفاشن والفيديو كليبس وهو الأخبار من أنا وصغري. فعملت campaigns I did for نيكولا جبران. I did for شربيل زوي. هو كان ماشي يعني بعدني مخرج ومش بعدني مخرج كان بعدني تاني سنة جامعة وبلشت اشتغل مع عالم مهمة. I felt like انه اوكي في serious. في وخاصة انه يطلبوك مرة واثنين وثلاثة وما يصوروا بقلك. so I was like حبوا الاوتبوت مزبوط. فبعدين بعد ما توفى بيي I had to work again. فصرت اشتغل بشغلة يلي هو فريلانس. وكمان فترة اشتغلت as a EMS PT personal trainer. EMS the suit that you wear it. Okay. وكمان صرت مرن عالم EMS. I'm a certified EMS trainer as well. حلو.
كان عندي كلاينت كتير مهم، كنت روح لعنده على البيت كمان، كنت مرنه. ما صورت له ولا مرة. I wish اني اصور له. اللي هو إلي صعب. ايوه. كنت مرنه كمان بالبيت. He was very nice. If you wish you will do it sooner or later. If someone watched the podcast of فشة خلق and you know the Let's team hope of so. Eli Saab, definitely get in touch with this guy because No, he's no, I so know. talented. So انت اخترت مهنتك ولا هي اختارتك؟ لما تقولي درست اوديو فيزيال. لا انا اخترت مهنتي من ايام المدرسه، على ايام الباوربوينت. من انا وصغير كنت اقعد اقضي وقتي على باوربوينت just doing edits pictures قبل ما اعرف شو هي يعني الفيلد او الفيديوغرافي or whatsoever. بمرحلة من المراحل بيخطر على بالك انه and why did I choose this lane؟ ليه فتت بهيدا الخط؟ بتحس حالك انه you are blessed انه ما عندك غير job and you have this job since انت اخترتها؟ is it easy difficult؟ لانه في عالم بتقول هيدا مصور يلا، هيدا مخرج يلا مخرج دي اوكا بعتوله، ما بيعرفوا قطعنا فيهم هدول كلهم. ايه طيب بس انه وبالعائله لما يكون عندك شو بيقولوا baptisms واعراس وانت عم تصور بتعرف تصور. لا this is not me, this is not what I do. بس مين ما صور اعراس؟ انا صورت اعراس. لا مش انه كلنا بلشنا بالاعراس. انا فيها كرياتيفيتي، غير الكرياتيفيتي فيها دعوسه. لما بلشت اديتنج اعراس انا بلشت عند شركه بلبنان اسمها وايد برودكاست. كان اول شغل بالفيلد. وايد برودكاست. وايد برودكاست. وايد ما بعرفها بتصدق. هيدا اول شغل كنت باخده بحياتي. كنت بعدني بعرف انجا يعني اعمل لايك باوربوينت اديتنج. لا كنت بعد هون كنت وصلت لافيد لبريمير، كنا وصلنا لهالمرحله. بس كنت عارف اعمل انه كاميرا واحده كاميرتين. لما يجيك عرس عندك 12 كاميرا you need to sync them and هون هيدا الشيء كتير قواني بالادت على فكره. ايوه. وصلت لمرحله ما اشتغلت كتير let's say سنه، وصلت لمرحله ما بقى فيي شوف عرس. اذا بنعزم مع عرس انهار. فمن وقت حلفت يمين انه انا ما صورت اعراس بس عملت اديتنج اعراس. حلفت يمين انه ما بقى اخذ ولا بروجي. طب لما تروح على عرس اصحابك شو بتعمل هلا؟ منبسط بقى برقص؟ لما لا انه اصحابك والعائله مجبور تنبسط فيهم وترقص لهم، بس انه ما تقربوا صوبه لا بشي بري ويدنج ولا بشي بروجي. كيف كان الطريق؟ صعب ولا هين لهلا؟ كان هيك بلاك اند وايت. شو كان شو الوايت وشو البلاك؟ شو بدك ضلك اسالك هول الاسئله شو بلاك وشو وايت كيف كانوا هذا؟ قل لي كيف كانت التجربه؟ كيف بلشت؟ ليك انا شخص كتير تنقلت بذات الفيلد، بس تنقلت يعني شو اختصاص اذا بدك. اذا بلشت بالاول از فاشن فيديوغرافر، فاشن فوتوغرافر. بعدين من بعدها انتقلت اشتغلت مع بيروت ماراثون. بيروت ماراثون is sports which is something totally different. اشتغلنا سوا لبيروت ماراثون. ليتلي اشتغلت 3 سنين مع بيروت ماراثون، اعمل لهم دعاياتهم their social content. كان عندي تيم ايام يعني during the race day هن عندهم 60,000 شخص بالايفنت، انت لازم تغطي كل الايفنت. فكان عندي almost a team of 13 people انا بدي ديرهم. انت صور هون، انت لما تخلص من هون روح لهون. هيدا الاكسبيرينس عطتني كتير اذا بدك اكسبيرينس as leading a team as a leader. وخي غير الدعايات اللي اشتغلتهم معهم وهيك. هلا بعد لما اجى ماراثون لما اجى الكوفيد سكروا بيروت ماراثون، ضليتني اشتغل as a freelancer. اشتغلت مع كتير NGOs بلبنان لانه وقت بعد الكوفيد والبلاست صار كتير يعني كتير طلع هبوا الNGOs بلبنان وصار في كتير شغل. من بعد الNGOs تكسر البيت اللي كنت عايش فيه ببيروت من وراء الاكسبلوجن، من وراء دبي بيروت بلاست and everything. هون اجاني الأوفر على دبي ونقلت على دبي. طيب انا حوقف على بارت بيروت بلاست.
ليه غصيت؟ لانه بكره هالنهار، إيه، بكره. كيف تغيرت حياة جورج من لبنان على دبي؟ الشخص اللي كان قاعد بلبنان شايف الحياة مثل ما هي، هالقد بيعرف، هالقد النولج تبعه، عم يشتغل قصص حلوة حبيبها، فجأة بيخسر كل شي، بيخسر بيته، بيخسر كل شي، وبيجي اوفر على دبي وبيطلع. لما طلعت انت على دبي شو فكرت؟ خلص بدي هج من هالبلد؟ لا مش هيك صار. شو خبرني انا اياه شخص، ذا مومنت. انا شخص كتير بحب لبنان وبحب اعيش بلبنان. يعني انا لبنان هو السيفتي زون لإلي. my friends are there, my family is there. يعني انا كنت عامل كان ماشي حالي بلبنان. I had my freelance people like projects, my clients. كنت عامل مثل اذا بدك كان عندي stability بلبنان. بس اجى الانفجار وتكسر كل شيء، وصار في مرقت هيدي الفترة انه اذا عندك بروجي بدك تنطر قبل بنهار على الترومبا تتعبي بنزين، تضيع نهارك كله على ترومبا تتروح تتعبي بنزين تتروح تاني نهار على التصوير. بلش يضيق خلقي وصار يجيني كذا. يعني بتعرف كيف لما يصير يجيك سيجنالز انه خلص you should leave, you should leave, you should leave, you should leave until one day بيجيني تليفون. شخص بيقول لي hey George, it's حكمت and حبيب قلبي. I saw your work online. Someone gave me your contact. I saw your work online. I love your work and I want you to join my team in Dubai. حلو. فأنا I was like إنه أنا ماني مقدم على شيء على دبي. ما كنت حتى كنت مبسوط بلبنان. I'm stable. ماني مقدم على دبي. اجاني هيك out of nowhere من عند الله. من عند literally من عند الله offer. فأنا بوقتها إنه هيك تكبرت. مش إنه تكبرت بس إنه كنت اجي على دبي فريلانس بروجكتس، بس انه اجي لايك ا ويك يضيق خلقي خلص بدي ارجع على لبنان. فقلت له اوكي بجي بجرب شهر، يمكن انا ما حب، يمكن انت ما يعجبك شغلي، يمكن ما نتفق، ما بعرف، واذا مش الحال اي ستي. ف طلعت بتذكر طلعت على دبي مع كاريون. يعني ما كان عندي حتى تياب لأن على أساس طالع عود 20 نهار وراجع نازل على لبنان. قلت ماكسيموم إذا مش الحال بنزل على لبنان باخد غراضي برجع بطلع. تعرفت على التيم بدبي كتير مهضومين. W Studio I love them so much, they're still like my family يعني لهلا. تعرفت عليهم. بتذكر بوقتها كان في 7 projects. So خلصت هيدول 7 projects ب 2 weeks. حلو. بتذكرهم بعدهم هن ذاتهم هو 7 projects. فطلع فيها حكمت قال لي جورج انت منك راجع على لبنان، منك رايح لمحل، انت باقي هون. فطلع لي اقامه وشغلت وبلشت وفتحت الدنيا مثل ما بقولوا. ايه لا هيدي الفيز اللي نقلت فيها على دبي ذكرتك بالفيز اللي انت اخذت فيها المسؤوليه لما توفى بيك؟ قلت انه انا مادام انا نجحت من بعد ما توفى بيي انا قادر انجح هلا لحالي هون. ما فكرت بأمك لما فلت؟ مش الترانزيشن من لبنان على دبي، هي الترانزيشن من انه لما انا قررت انه اترك W Studio وصير as a freelancer هون. هيدي الترانزيشن اللي حسيت انه everything went back to scratch 2.0. ايوه. لانه انا ببلد جديد I don't have the connections اللي عندي هون بلبنان. شو انسحب من تحتك؟ بلبنان يعني literally كان عندي connections. يعني شو ما بتعرف بلبنان اذا عندك connections او اذا انت ما عندك connections بتعرف حدا ممكن صح. يعمل لك واسطه بوصلك للي انت بدك اياه. فهون ما في كتير هالشي، مش في هالشي، بس الفرق انه انا ما إلي فتره طويله بدبي تيكون عندي هدول الكونكشنز. صح. فلما تركت ال like full time job وقررت تصير فريلانسر و you have to build your own connections from scratch. هيدي الصعوبه يلي حسيتها انه هلا عم ترجع تبني حالك عن اول وجديد. هلا بدك تحك ركابك معلم جورج 100%. ديفنتلي. طيب الفاز اللي انت نقلت فيها من لبنان على دبي بدي ارجع عليها، كيف كانت؟ انا حملت شنطك كاري اون وجيت لهون، شو كان الشيء؟ سو ايزي. كان اهين خيار. كان اهين خيار. طيب ما طلعت وراي. اوف. ايه قد ما كنت معصب ومعبق من السيتويشن تبع لبنان. الشوفات اللي شفناهم بعد الانفجار
كان عندي 13 كلاينت بقلب البيت، هبط الفو بلافون علينا، الازاز كله تكسر، كنت عايش بالاشرفيه يعني. كان في مستشفى بوجه اوتيل جو، يعني اذا بتشوف العالم الجايه، الاجر مقطوشه، الايد يعني المناظر اللي شفتهم حسيت انه خلص يعني اذا هن هربونا من لبنان. عرفت كيف؟ فاول ما اجاني هذا الاوفر اكيد فكرت، لانه انا لبنان از ماي كومفورت زون، بس ما حسيت بانه عندي هيدا الضغط انه بروح او ما بروح. لا، روح جرب. انا من النوع يلي كل ما يجيني مثل ما بقولوا تشانس او نيو اكسبيرينس بخدها، وبعدين بشوف شو بعمل. طلعت بطياره وجيت. طيب جورج، اليوم انت اخذت خيارك انك وقفت مسيرتك مع دبليو ستوديو ومع صديقنا حكمت، نوجه له تحيه مره تانية. اكيد طبعا. because he was your leader, your boss. He was my boss. Exactly. انا اشتغلت مع حكمت وبعرف قد ايه حكمت هو شخص with a bright vision للاندستري. بتطلع على الدعايات اللي انت بتعملهم، وليتلي شفت دعايه للبراند اللي انت لبسها. The Inhibitors. Exactly, the Inhibitors. I'm waiting for you on the other side of the universe. عم بشوفك عم تلبس لهم تيابون، عم بشوفك عم بتصور لهم وعم بتعمل لهم دعاياتهم. واي؟ هلا ليه عم تلبس لهم؟ هلا فينا نحن نصور ليك بس مش انا شو عم تعمل دافعين لك؟ لا. خبرني. انا شخص كتير بحب رفقاتي. حلو. يعني انا شخص عندي شغلي وحياتي والعائله اكيد، وان ذا سايد في ماي فريندز خط احمر، وحيلا طريقه بقدر انه انا ادعمهم او انه to help in a way I would do it. طيب اليوم the Inhibitors هن لرفيقي مارك صدي وجورج شمعون. ايوه، نوجه لهم تحيه. حلو الشورت كتير جايز. I love it. كذا مرة يعني أول شيء it's a startup company. إلهم شي سنة فاتحين و they have good content, they have good clothing. إذا عندي big event I would wear من عند، لأن أنا مصور لهم all of يعني كل الكامبينز طبعا من أول ما فتحوا لهلا أنا مصور لهم إياهم. عملت لهم lately آخر فوتوشوت هون بدبي، وهلا في new collection نازلة كمان we're gonna shoot it. مش انه دعاية او شيء، بس انه حيلا طريقة. You help startups كتير. I would love to. You work حتى اذا client ما بعرفه وبقول لي I'm a startup company بساعد قد ما فيه، لان كل شخص بحق له تشانس بهالحياة. حلو. Did you get your chances بالحياة؟ بعد انا ما طلبت my chance to get it. شو بدك؟ Once I need my chance and I need help from people I would ask for it. ليك بحسك اكبر من عمرك صراحة، وبحسك كتير متكل على حالك، وبحسك عارف انت شو بدك. عندي 2 questions عن لبنان. اول question، اذا بتفكر انت اليوم انه انت بدبي وبدك ترجع على لبنان، شو اول شيء بتطلب يتغير؟ بشو بلبنان؟ مش بغير شغلة، بس بطلب منهم انه يعملوا ترانسبورتيشن لهالعالم. يعني ان كان التران، ان كان الباصز مثل الخلق، ان كان تاكسيز. يعني اذا انت بتشوف كل البلاد المتقدمة من دبي لحيلا بلد، هون نحن بال 2055. ايه دبي غير ما فينا we cannot compare دبي للبنان. بس اذا بدك ترجع بالايام لورا، لبنان كان عنده تران قبل ما حيلا بلد حواليه كان عنده تران، ونحن عم نتراجع. كان عنده رئيس جمهورية. ايه كان في بلد. I would do transportations. انت بالامارات شو الشيء اللي بتطلبه انت زعجك ومنه موجود؟ في شيء بالامارات منه موجود؟ ما بعرف، عم بسألك، بلكي في شيء انت زعجك ومنه موجود. بالامارات ما في شيء بيزعج عن جد. بعد سنتين يعني كنت عم خبرك قبل شوي انه انا قبل كنت اجي بروجكتس على دبي حس انه ضيق خلقي بدي اروح على لبنان. هلا
صرت بروح على لبنان بحس انه ضاق خلقي، بدي بدي أرجع ارجع على دبي. I wanna go home again. same feeling. فعلى طول بقول لهم لرفقاتي انه يا ريت فينا ادمج البلدين مع بعض، يا ريت بيتي وشغلي هون بقدر حطه بلبنان او انه in a way التكنولوجي كل شيء يلي موجود بدو، يا ريت يا ريت، بس هذا حلم. it will never happen. جورج، شو اللي زعجك اليوم بشو؟ بالاندستري؟ الفيكنس الفيك ايمج يلي بيعملوها العالم لحالهم بس كرمال يوصلوا او تيكونوا موجودين بالساحة. فسر لي اكتر، لانه هيدا عنوان عريض. الفيكنس، فسر لي اكتر. ليك الاندستري دبي يلي هي فيديوغرافي، فوتوغرافي، موديلينج، دعايات whatsoever, it's so huge وفي competition كتير عالية. definitely. بس في عالم فيك موجودة بالاندستري هيك بتزعج. يعني حتى أنا لما نقلت لهون بتحس حالك إنه you don't fit. بس مش إنه you don't fit because you're not good enough. You don't fit because you're not fake enough. definitely. فحسيت حالي بتقطع identity crisis at some point. طب أنا بدي أكون fake، بدي أكون هالقد over، بدي أكون هالقد extra تقدروا يتقبلوني، تصير رفقة مع هيدا، تقدر أوصل لهالايجنسي، تقدر أوصل لهالكمباني. بعدين وصلت لمرحلة قعدت مع حالي إنه لا 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 I should not do any of those. This is me. يلي بحب يشتغل معي بيشتغل معي، يلي ما بحب يشتغل معي ما يشتغل معي، في يشتغل مع حدا تاني. بس رجعت اكتشفت انه me being me هو اللي عم بخلي العالم يشتغلوا معي مرة، وهو اللي عم بخلي العالم يرجعوا يجوا مرة تانية، وهو يلي يعني this is my character, this is my personality, and this is what brings my work and my project to reality and to what it is at the moment. سبحان الله، بتخلي شخصيتك هي تغربل العالم اللي بدهم يشتغلوا معك ان اوردر بيجي العالم اللي بيشبهوك بيشتغلوا معك. كل شخص هيك. هذا الشيء اللي انا واجهته. كل شخص هيك. هذا الشيء انا واجهته كمان. حبيت انك حكيت هذا الموضوع. بتلاقي انه في عالم ما بيتقبلوا كاركترك، في عالم بيرفضوك، في عالم بيقولوا انت يا متشاوف، يا انت اهبل، يا انت مش عارف شو عم تشتغل، يا انت زلمه ستريكت. انا كل العالم اللي بتشتغل معي بتعرف انه انا ستريكت، انه 1 + 1 = 2. I don't have like 1 + 1 = 1.9. انا الزلمه ستريت فورورد، هي بتزبط هي ما بتزبط، ما عندي حل وسط. definitely. لاني ما بساوم، ولانه بعرف كتير منيح انه هيك لازم تصير، في كتير عالم بترفضني which is طبيعي. بس انا بتقبل رفضهم، وبعرف انه لما يروحوا لعند غيري حيرجعوا لعندي، لانه ما حيقدروا ياخدوا الريزلت اللي بدهم اياهم، لانه اشتغلوا غير الصح. لانه انت بتقلي كمان لاست تايم قلت لك انه عم نعمل تريتمنت لبروجكت سوا، قلت لي انه you only need 1 2 3 4 5 you have this, the project is done. and definitely this is what happened. يعني في rules، هول rules لازم العالم او let's say the filmmaker, photographers, all directors يمشوا فيها. هي رح خبرك عن my personal experiences. Whenever I'm a director on a set or on a specific project, فهالعالم بيستنظروا لما تحكي دايركتور، بيستنظروا شخص وصل على الست، شخص بلش يعيط شخص فرض وهرته، انت عمول هيك، انت عمول هيك، انت عمول هيك، يلا ليه بعد ما خلصنا. انا I'm not like that. انا بوصل اول شي ما بعيط. وكان عندي بروجي هداك النهار كتير يعني كثير ضحكني، لانه كان عندي بروجكت لا MBC، وكان في ست اوكي، والتيم يلي كان موجود على الست ولا مره كنت شغال معهم قبل، وهن براسهم انه في دايركتور اسمه جورج رح يجي بكره يصور. قبل بنهار كانوا طالبين مني شو بدك بروبس واكويبمنت وهيك. قبل بنهار بدي اقول الارت دايركتور، بقول لي جورج بدي اقول لك شغله
خيفان يعني. مرعوب. بيقول لي جورج بدي اقول لك شغله، انه في هالشغله انت طلبتها وما عم نقدر نلاقيها، برمنا الدنيا وما عم نلاقيها. قلت له طب اوكي خلص بسيطه، انه بنبدلها بها. اللي عن جد عم تحكي؟ قلت له انا ايه، انه مش اذا ما لقيناها شو بنعمل يعني، خلص نبدلها بهالشغله. قال لي يا زلمه ريحتني. كنت عطلان هم كيف بدي خبر. فلما وصلت تاني نهار على السات تطلع فيي شفنا قد ايه انا على طول بتضحك، على طول انه I'm friendly with everyone. انه بالنهايه هذا التيم بدك تشتغل معهم، انه بعدين في عندك عالم بيكونوا من عمر بيك من عمر جدك معك ايام اون سات، انه هذا ما فيك ما تعيط عليه مثلا او تقلل من احترامه. انا I would never do that. فلما شافوني انا كيف انه هيك بمزح وعلى طول البسمة على وجهي، قال لي هلا فهمت اوكي. على فكرة خبرية العمر كتير مهمة. من فترة كنا عم نشتغل بروجكت بأبو ظبي لأمازون برايم. كان الساوند جاي تبعنا منوجه له تحية جاد أخذ نهار أوف، ف he replaced it with another sound guy. The sound guy is old، كبير بالعمر، بس صدقني ولا أهضم من هيك، ورشق بشكل يركض ورانا ركض. والزلمة عمره 55 maybe 55 maybe 60 كمان، بس he's a doctor in sound. هول العالم مخضرمين. صدقني كل ما اشوفه بالمول او اشوفه عم بصور هاي تمام مش حلو. definitely ناسي اسمه بس I know his character. So ما فيك تغلط معهم. مش بس definitely انه معك حق. this is the respect. so اليوم حي لحظة بفوت على السات لازم يكون عم بحط هيدا الريسبكت تبعه. غير الريسبكت عندك قصة انه هيدول العالم بلشوا يشتغلوا قبل ما يصير في التكنولوجي اللي نحن عنا، بيعرفوا قصص كيف الصورة بتختار، يعني كيف تخترع الصورة وكيف كنت تسجل الساوند قبل ما يصير نحن عنا كل هدول التكنولوجي. يعني مدرسة. يعني لما يجي يكون معك شخص عمره 55 عن سات، بدك 100 سنة تتعرف المعلومات اللي هن كانوا يعرفوها. نحن هلأ ما بنعرفها. يعني كيف هلأ بتعطيه مثلا هيدول، بتعرف هيدول الفيديوز تبع يوتيوب بيعطون التليفونات يلي بتدق فيهم هيك، التليفونات اللي قدام للأولاد الصغار بيسألوك شو، أو بتعطيهم كاسات للأولاد الصغار ما بيعرفوا شو يعني الكاسات. So it's the same thing. بيعرفوا قصص بالساوند. نحن هلأ حتى إذا بدنا ندرسها ما بقى موجودة بالقاموس because we don't use it anymore. صح. بس they were from the beginning. فهو العالم كيف فيك تقلل احترامهم؟ ما فيك. you cannot. أكيد طبيعي. no way. جورج سؤال. 2. عمرك 60 سنة؟ أنا؟ عمرك 60 سنة؟ لا. عمرك 60 سنة شو حتكون عم تعمل؟ ما أهضمني أنا. جورج عمرك 60 سنة فهم أسئلتك عمول. عمرك 60 سنة شو حتكون عم تعمل؟ بال60 يعني بعد 30 سنة تقريبا. اوف ايه مزبوط. قد ما عشت بال60 بشوف حالي، ما فيني اقول عن حالي ناجح، لانه النجاح يعني انا هلا بعتبر حالي ناجح. مش ناجح از انه شخص كتير عندي 5 بيوت وفيلا ومصاري. هذا معيار كتير عالم. لا 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 لا. النجاح بالنسبة لإلي مش المصاري ولا الهيدا. أنا هلأ بالنسبة لإلي بالعمر يلي بالقصص يلي عملتهم من 21 ل29 بعتبر حالي إنه عملت كتير achievements على الصعيد البيرسونال. فأنا بالنسبة لإلي أنا ناجح. بالنسبة لإلي شو أنا النجاح بالنسبة لإلي؟ يعني حتى الكلاينتس البروجكتس اللي أخذتهم، إن كان لحالي إن كان through W Studio الانترناشنال براندز اللي اشتغلت معهم. أنا نقلت من بيروت لدبي هون وضليتني قادر كتر خير الله وقف على جرية. هذا بالنسبة لإلي نجاح، وهذا بالنسبة لإلي achievement. حتى لو أنا بعد ما وصلت، يعني أنا يمكن مني مشهور، العالم كتير عالم ما بتعرفني، بس this is for me نجاح. 60 سنة 70 يوم 70 بحس انه it's time for stability، ويكون انه already عملت يعني ايه يعني احلامي لعمر 60 مش مثل احلامي لعمر 30. شو احلامي؟ لعمر 30 هن work، تكون تقدر تعمل achievements. 60 بحس انه لازم يكون صار في stability، صار في مصاري، صار في انسان معروف. ما ضروري يكون مشهور، بس انه شخص قدر يأسس ويعمل شو هو كان حلمه كل الحياة. حلو.
اليوم على عمر 30 سنة بكل النولج اللي انت عندك اياها، اذا رجعت عن عمر 18 سنة وخيروك تفوت تعمل اختصاص بالجامعة وعندك كل هالمعلومات والمعرفة اللي عندك اياها اليوم بالسينما وبالتصوير وبالفوتو وبالاخراج وكل شي، would you do it the same way or would you not do it at all؟ شو بدنا do it at all الفيلد؟ ليك ما فيك تسأل هذا السؤال، لأنه كل شي، كل تكة عملتها، كل فشخة فشختها من أنا وعمري أقل من سنة لهلأ هي اللي عملت جورج يلي هو جورج هلأ. وكل غلطة غلطتها وتعلمت من وراها هن اللي وصلوني لهون. ما بقول I wouldn't change anything ولا ما بندم على شي وما بعرف شو، بس of course you would tweak it in a way توصل أسرع من ما أخذني كل هالوقت تأوصل. بس كمان شو بقوله، يعني لما تجي التشانس تبعك أو كل شي بوقته حلو، كل شي بوقته حلو. طيب جورج، آخر 3 أسئلة بالحلقة. مين مثالك الأعلى؟ ما فيني أعطي مثال أعلى، ليه؟ لأنه من أنا وصغير ما بتطلع على مثال أعلى أو شخص بدي ألحقه أو أكون مثله. Who inspires you؟ حاطط براسي أنا شو بدي أكون and I work on that day by day day by day day by day. طيب تاني سؤال، هيدا who's the other person waiting you؟ Who's the other person waiting for you on the other side of the universe؟ My dad. Your dad. Do you miss him؟ Of course. يعني الشغلة الوحيدة يلي بقولها إنه لأنه أنا بلشت مزبوط يعني قبل ما يتوفى بيي كانت الشخص اللي كتير سبويلد، يلي بتكل على بيي، يلي إذا قلبت في حدا يلمك، في سند الظهر. بعد ما توفى بيي بتعرف كيف واحد بتكب عليه سط المي مسقعة وبتخلعه كف، ما بقى في حدا بظهرك. أنا ما عندي خي، يعني ما في حدا حتى يعني ظهري بقدر اتكل عليه. فبعد ما توفى بيي حسيت إنه خلص لازم توعى، صار عندك عائلة برقبتك. وهون بلشت اشتغل على حالي واعمل، يعني خلص صرت اشتغل ليل نهار بس تقدر اسس حالي قبل ما كنت مؤسس حالي. تمام. ثالث سؤال واخر سؤال، شو الصداقة بالنسبة لك؟ friendship الصداقة هي literally الفاميلي اللي انت بتختارها لحالك. وانت مين الفاميلي اللي اخترتها لحالك؟ عندي بينعدوا، بس عندي unfortunately مش كلهم عايشين. يعني كمان بعد الانفجار صاروا يفلوا واحد ورا التاني من لبنان انتل انا فليت. فهلأ متفرقين، بس انه خلص once you have this link, this connection with those special people يلي بتعتبرون مثل عائلتك, this will never go. حلو. جورج حلو لأول مرة بيطلع على الكاميرا، دايما behind الكاميرا مثل ما أنا كنت. خبرنا قصته الحلوة قصته المتواضعة. خبرنا عن شغف شاب لبناني كيف قدر أخذ opportunity غيرت له حياته وعم يسعى أنه يغير حياته كل يوم. جورج حلو، I love you so much. بدك تعرف أنا كتير بحبك، وبدي أقول للعالم it's a rap.